والدي كان متعصب كتير، بدي أقعد بقفل الماكينة. انت رجعتي فرضا للحجاب، ما أثر على أدوارك، ما أثر على شغلك؟ تركته وكنت صبية وصغيرة. أنا مرة إجاني دور بدي يكون أنا ضد الدين، ما أخذته. أنت بنت دمشق صح؟ نعم. دمشقية. وصعب. دمشقية ومن عائلة على ما يبدو أنه عائلة محافظة. نعم. كان عندك خيار بالاتجاه لموضوع التمثيل. إيه؟ ما كان صعب على عائلتك، على الوسط الموجود حواليك بهديك الأيام؟ أكيد كان صعب، أكيد. بس أنا إمتى يعني اشتغلت أثناء دراستي بالجامعة، اشتغلت مسلسلات أو حلقات أو غيرها، وبعدين ضليت مستمرة عم بشتغل. طبعا عم بتلقى معارضات. من مين؟ من الأسرة. مم. يعني مين بده يكون غير والدك الأسرة؟ ووالدتك بهديك الأيام؟ ما كان والدي، ما كانت والدتي. نعم. موجود والدي. مم. بس في قصة هي قبل ما أدرس وقبل ما حقولها. مم. والدي كان متعصب كتير كتير. يعني أنا أخذت البروفي بكل نفس ذائقة الموت. البروفي ما كان بيحب العلم؟ بدي أقعد بقفل الماكينة هيك. يعني هو هيك تربى، يعني هو لا يلام. بدها تكوني خياطة يعني؟ إيه، خياطة أكون ويعني بنت بيت مم. وساوي أعمال البيت. إيه، أنا ما قدرت. أنا بحب المعرفة وبحب العلم كتير. نعم. بكل الأحوال لما أخذت البروفي بدي أخذ بكالوريا، طبعا هو ما راد أبدا. تغير تاريخي. كان والدك ووالدتك منفصلين يعني؟ إيه. كانوا منفصلين؟ تغيرت الأحوال. والدتك كانت معك؟ إيه، كانت معي طبعا. يعني كانت يعني مؤيدة لإلك بالقرار إيه. والتمثيل؟ يعني مم. بس أنا بحب هالمجال، فكنت روح يعني اشتغلت كتير ومو شوي. شكلك انت يعني متمردة على الواقع بهذه ايه الأيام. طبعا، يعني واقعنا، شو رأيك؟ واقعنا صح؟ اكيد مو صح. عادات وتقاليد. عادات وتقاليد. يعني انا اذا رحت اذا بسلت او اذا كان عندي حلقة او عندي مسلسل، شو الغلط؟ بالعكس، صار عندي انا واجب اخر، لانه التمثيل هدف. أي عمل هدف. الحجاب ما كنت محجبة؟ كنت محجبة؟ ما كنت محجبة بهذيك الأيام؟ من قبل كنت محجبة وبعدين ما عدت محجبة، بعدين رجعت الحجاب. يعني أنت وصغيرة كنت محجبة. وفترة تمثيل أنا شاهدت لك عدد من البوسترات الأفلام والمسلسلات القديمة. ما كنت محجبة. تمام. بعدين يعني من بعد يمكن ما بعرف قديش، يمكن من 10 سنين تحجبت أو أكتر. من السنوات القريبة يعني، ما صار لك زمان راجعة على الحجاب تعتبري؟ أكتر من 10 سنوات أكتر. تقريبا. ما أثر عليكي يعني فترة أنه أنت رجعتي فرضا للحجاب؟ ما أثر على أدوارك؟ ما أثر على شغلك لما خلص أنت اعتبرتي وصلتي إلى مرحلة من العمر لازم أنت ترجعي للحجاب؟ شو فكرتك؟ لا يعني؟ ما أثر أبدا، لأنه تعرف أنا عم باخذ دور الأم أو الأخت أو الخالة. نعم. وطبيعي إنه يكون في حجاب. شيء طبيعي. يعني هن يطلبوا أحيانا. نعم. لما بدهم يطلبوا إنه ما بدنا حجاب، بحط بيروكة. عرفت كيف؟ يعني أنت رجعتي للحجاب بقناعة؟ إيه، بقناعة. طيب لما تركتي للحجاب ليش؟ تركته كنت صبية وصغيرة. يعني ما عندي هيك بعد نظر في إنه ضل. ما تركته كمان فترة طويلة، لا. يعني أنا ما عم بتذكر إيمت رحت وإيمت اجيت وإيمت تركت وإيمت رجعت، ما عم بتذكر. بس بكل الحالات يعني قناعة. بالأول كان قناعة وهلأ قناعة. وكملتي. اليوم الأدوار يعني ذكرتي دور الأم وقلتي إنه تطلبي بمرحلة عمرية معينة بأغلب الأدوار طبعا اللي نحن بذاكرتنا طبعا الأم، ولكن مو أي أم. يعني اليوم سواء كانت الأم التي تعاني، الأم يلي عندها ولد عاق، الأم صحيح. يعني في اتجاه تنميط حتى بنوعية دور الأم يلي هن بيطلبوكي لأجله. شو السبب؟ شو المانع إنه يكون انفتاح لدور الأم؟ ليش ما في أمهات قاسيات؟
ما في أمهات شرسات، ما في أمهات بيأثروا على أولادهم من ناحية سلبية. فالفكرة هي الأساسية الأولى كأم هي إنه أنا يعني صوتي وشكلي بتناسب مع الأم، مع الأم اللطيفة الناعمة اللي بتضحي بشان أولادها، مو بأولادها، مشان أولادها. نعم. يعني ما كان يعني مانع. علاء الدين كوكش قال لي أنت أم، لازم تبقي أم، الله يرحمه، لازم تبقي أم. بس ليش أخذتي يعني حافظتي على هذا الخط؟ يعني اليوم فرضا الراحلة نجاة حفيظ على سبيل المثال، الله يعني يرحمه، عاصرتيها حضرتك كده لنجاح واشتغلت معه. تمام. اليوم ما نمطت حالها، يمكن بسنوات يعني جزء من حياتها الفنية راحت إلى دور الأمومة وغيره، ولكن قبل ما كانت منمطة بهي الطريقة. مو أنا بختار يا أستاذ صافي، مو أنا بختار. نعم. بدي يختار المخرج والمنتج والشركة، هي اللي بدها تختار. لما بيقولوا لي إنه بدنا عنا في دور كذا 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 مثل قمر شام، أنا دور الأم هو جزئين، عنا كذا كذا كذا، بوافق أنا أو ما بوافق. نعم. أنا مرة إجاني دور بدي يكون أنا ضد الدين. ضد الدين. تمام. أخذت النص، ما عجبني أبدا. شو اللي ما عجبك فيه؟ كلماته، إنه طريقته، أسلوبه، منهجه، ما عجبني. نعم. ما أخذته. عرفت؟ ضد الدين بأي مفهوم قصدك؟ مثلا عن الصلاة مثلا. نعم. أو عن المعاملة الحسنة، لأنه الدين أخلاق. نعم. أو عدم البذل والعطاء، أو عدم الحشمة مثلا. فما بقبله، أكيد ما بقبله. بس هي التمثيل بيعكس أحد صور الواقع بالنتيجة يعني. إيه صحيح، بس أنا ماني مضطرة أعكس هالصورة هي بشخصيتي أنا. في جزء معناته من الحق عليكي إنه أنت في أدوار كنت ترفضيها؟ لا أستاذ، أنا ما عم بقول لك مرة هيك صارت، أنا ما برفض يعني، بس أنا أخذت بطولات مثلا العبابيد. نعم. مسلسل العبابيد بتعرفه، كلهم ماتوا وأنا عايشة مع مدام منى ومدير المسرح. مو معناته أنا ما قبلت، لا قبلت، وكنت عبدة سودة يعني، كل يوم اتشحر شحار وروح بدي اتحمم، وتاني يوم بدي داوم هيك يعني. كمان في مسلسل جبن الشاويش كمان أخذت بطولة مع ديبا قندلفت. نعم. يعني مو إنه ما اشتغلت، ما يعني ما أرفض. يمكن سنوات انقطاعك عن التمثيل أحد الأسباب يمكن اللي خلت المخرجين والمنتجين يمكن ينسوكي. كان في سنوات انقطاع بعتقد، صح؟ إيه صح. قطعتي تقريبا بحدود 10 سنوات؟ لا أقل من 10 سنوات. ليش مو بإيدي يعني. أنا يعني بدي أقول شغلة، أنا أحيانا الزواج بيوقف الطموح. أحيانا، ما عم أقول دائما، فهيك له أسبابه يعني فترة زواج لك بمرحلة من مراحل زواجك بسبب تربية أولاد، لما معارضة زوج، لما معارضة أسرة الزوج وأسرته. هلا مو هيك بيقولوا ما بدنا كلمتنا تكون ممثلة، هيك بيحكوا بهالطريقة هاي. طبعا أنا يعني ما بكون سعيدة بهذيك الفترة أبدا أبدا أبدا، بالعكس كل يوم بمنامي شوف إني أنا قاعدة عم بشتغل، إنه أنا يعني موجودة بمكان، وهالمكان عم بيشتغلوا وأنا موجودة فيه، عم يشتغلوا تصوير. بأي سنة بأي حقبة تقريبا هذا الكلام انقطعتي عن التمثيل؟ والله ما بذكر أستاذ صافي، يمكن تسعينات؟ تسعينات، يمكن تسعينات، يمكن. لا بكل الأحوال يمكن الإنسان يعني مدام يمتلك الطاقة على المتابعة وأنت عندك إياها وعندك إصرار غريب بالواقع، يعني اليوم بعد هذا العمر الله يطول بعمرك، أكيد يعني لازلتي مصرة أنه أنت تبقي عم تشتغلي، ولكن هناك حالة يمكن من التهميش، أو حالة من الاستبعاد، أو حالة من النسيان،
أو حالة من يعني عدم اعتبار قمر مرتضى هي جوكر أو هي حجر ثابت خلينا نقول بالدراما تبعنا. ما فكرتي تلاقي جواب لهذا السؤال ليش؟ المفروض اتنقل بين الشركات، أو على الأقل روح زورهم زيارة. ما بدي لا أقول شغل ولا شيء، ما أفتح سيرة الشغل، ما أعمل هيك. يعني أنا كتير خجولة. قل لهم إنه مثلا شو عندكم، في شيء شخصية إلي، بدي أشتغل، شغلوني الله يخليكم، اترجاهم. كبريائي ما بتسمح لي أبدا. ما فينا نقول إنه الممثلة يلي عم تشتغل بالمقابل هي عم تتصرف هيك. يعني هل معناته الممثلات اللي من جيلك واللي أخذوا فرصتهم وكبروا ويعني أصبحوا يعني بالصف الأول، يعني خلينا نقول هن بيروحوا بيعرضوا أنفسهم أو بيطالبوا بالشغل؟ شوف، هل صاروا بالصف الأول واستمروا في لهم مواصفات. نعم. هالمواصفات هي أهلتهم. أنا هالمواصفات ما عرضتها. يلي هي مثل شو؟ إنه والله أنا بحكي عربي فصيح، وهي كوني إنه بحكي بهاللغة الفصيحة يعني بتأهلني إني أشتغل أي مسلسل ممكن أنتوا تعرضوا علي. مرة يا سيدي الله يرحمه هاني الروماني، الله يرحمه، أنا كنت قاعدة بالبيت، دق تليفون، رفعت السماعة، قال لي أنا فلان، أنا دلوني عليكي، بدي إياكي مسلسل باللغة العربية الفصحى. أنا بعطي دروس باللغة العربية الفصحى، يعني الفلسفة ما بهيك بعجقة. نعم. باللغة العربية الفصحى، حتى طلابي بيعرفوا هالشي، طالباتي. بدي إياكي أنا، بدك اتوسط الوزير، اتوسط المدير، اتوسط فلان وعلان، أنا بدي إياكي لمسلسل باللغة العربية الفصحى. نعم. أنا أحيانا هلأ أشوف الإنسان في كتير أشياء بيحاسب نفسه عليها فيما بعد، بيكون مرتبك وقتها، مرتبك، بس بعدين بيقول لحاله ليش هيك عملت. أنا كان لازم أعطيه التليفون لزوجي، أكيد كان وافق زوجي، أكيد. يعني أنا ما أعطيته إياه من عندي، أنا رفضت. شو السبب؟ قلت لك شو السبب. قلت لك يعني ما بدي أعيده أنا لأنه بيألم. فهيك كتير يعني اجتني أعمال يعني قول لا ما بدي، لا بدي، لا ليش قلت ما بدي، لازم أنا ضل مثابرة. شيء انتهى راح خلاص. طيب بس اليوم بنفسي ما انتهى شيء. مدام هي حقبة من الأسباب أو مجموعة من الأسباب الخاصة فيكي، يلي اليوم وصلت انه قمر مرتضى بتاريخها الطويل يعني وعمرها الفني الطويل ما وصلت الى ما يجب ان تصل اليه. صحيح. ما فينا نلوم هلا المنتجين والمخرجين وشركات الانتاج ونسألهم او تطلع قمر مرتضى وتقول انه ليه ما عم تطلبوني يعني، وليه انا ما عم اشتغل. لا طبعا ما ممكن ابدا. يعني هلا مثلا السنه الماضيه هالعمل البسيط اللي اشتغلته مع الاستاذ سيف الدين السباعي. نعم. يلي هو العربجي. كتير كنت مسرورة أنا بالشغل. تصور إنه الشغل قالوا لي قبل 3 أشهر بدنا إياكي. نعم. لا عملت عقد ولا أخذ نص ولا شيء. قبل التصوير بيوم قالوا لي بكرة عندك شغل. هذا المدير الإنتاج فادي اسمه، قالوا لي بكرة عندك شغل، لك ما في نص ولا في شيء. بعدين ما اتفقنا على شيء. قال بكرة عندك شغل، لأنه بتعرف مين إلى عن على مين اللي بيبلغ. نعم. أقل واحد بيبلغ. قلت لحالي يلا ما عليه شيء بروح. رحت ما لي عاملة عقد ولا لي قارية نص ولا شيء. قعدت صرت أحفظ هنيك أنا وديما كنت يعني، بس كنت مسرورة. اليوم ظهر يعني طبعا الأستاذ سيف سباعي بناء على تصريحك اللي قلتي فيه انه اسمك اتى بالشارة مع الكومبارس او شارك على مبدأ المشاركة بالعمل ولمتي، وقال كان رده، ما بعرف اذا حضرتي الرد، ولكن كان رده انه هذا الكلام اكيد هو يعتذر عنه كخطأ، ولكن هو يعني يحاول ان يختصر او يؤجل يمكن الاسماء الى الشارة الاخيرة.
شو ردك على اعتذار سيف السبيعي؟ بالعكس أنا كتير بحبه لسيف كتير، وبحب اشتغل معه. الشغل معه روعة، الشغل معه هناء، الشغل معه بيطلع لك كل شيء بداخلك. أنا بحب اشتغل معه، بس ما حدا عم يتذكرني، يعني ما حدا حتى هو أو غيره. أنا بقول له بالعكس والله أنا قبلت اعتذارك، وأنا بحبك وبحب اشتغل بمسلسلاتك، حتى لو كان كلمة، حتى لو كان مشهد، بحب اشتغل معك. نعم. بالشق المادي قال انه هو ما له علاقه، لانه انت كمان لمتي انه كان في زياده مشاهد وما اخذتي الحق الكامل. صحيح. يعني هو قال انا ما لي علاقه، هو الموضوع عند الشركه المنتجه، هو كمخرج ما له علاقه بالموضوع. صحيح. هذا فادي قال لي، قلت له زادت يعني انت حاطط هالمبلغ بس زادت 7 مشاهد، هدول هاللي زيادة شو يماطل ما بده يعني. بعدين قال لي المدام هي اللي بتحط لكل واحد قديش لازم ياخد. نعم. مدامته، مو مدامته هو، مدامة الشركة. نعم. عرفت مين؟ المهم يعني راحت، بس ما بدي انا اخليه زعلان. استاذ سيف ما بدي اخليه زعلان. هلا عنده شغل هو. ما اكثر المدامات بكثير من المفاصل اللي بالعمل الفني بكل الاحوال. اليوم الناس او بالوسط الفني او المنتجين او مدراء الانتاج عم يستغلوا حاجتك المادية او طلبك للعمل، عم يستغلوا انه انت عندك فقط رغبة بس بدك تشتغلي. عم يستغلوا هاي النقطة ماديا. لا. هلا يعني انا لا استغل. نعم. انا بدي اشتغل للشغل. الشغل عبادة، العمل نعم. عبادة. انا بدي اشتغل للشغل، مو مشان حاجة مادية. لا قصدي انه هن بيحطوا لك اجور قليلة يعني. بيحطوا يعني الاستغلال من طرفهم، خلينا نقول. من طرفهم. بيحطوا اجور قليلة طبعا. انا ليش بقبل اجور قليلة؟ لانه بدي اشتغل. شايف في فرق بين انا بدي اشتغل بهالاجور القليلة، او بدي اشتغل لانه بحب الشغل. هي يعني إلى تأثير كتير. يعني انت ما بتطلبي رقم، اللي بيعرضوه عليك بتقبليه. انا بطلب رقم. احيانا بيقولوا لي قديش بتريدي، قديش بدك. نعم. بقول لهم انا ما بعرف. صح في مسلسل كان بده يتصور توقف، قالوا لي قديش بدك، قلت لهم ما انا انتوا قولوا قديش لكم ايه ولا لا. هلا توقف كل المسلسل يعني ما اشتغلوا. كان يعني انت عفوا انت على مسيرتك تفضلي. كانوا منزلين على الفيس اسماء يلي مشتركين بالمسلسل. قلت لهم ليش مو منزلين اسمي؟ قال نحن عطيناك لانه دورك بالاخير. نعم. مننزله. عم بسأل انا يا محمد يا محمود امتى التصوير؟ لانه انا حضرت حالي وحفظت بكل شيء وما عامله يعني ماني عامله عقد، فحضرت حالي على اساس قال لي بعد العيد ان شاء الله بيكون دورك. عم بتصل فيه قال لي في عنا اجتماع ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم عندهم اجتماعات. بعدين قال لي توقف المسلسل. يعني ما تصور بنوب. في حادثة أيضا جرت معك أيضا بمسلسل الزند. شبيهة ولكن العمل تصور. نعم. وعلى أساس أنت إلك دور الجدة، وللأسف أيضا ما عاد ردوا عليكي وما عاد تواصلوا معك وتصور وأخذوا غيرك. أيضا بالشق يعني التعامل، كيف عم يتعاملوا معك مدراء الإنتاج ولا غيره، يعني كمان في تقليل من قيمتك. لا أنا المخرج، مين كان المخرج؟ سامر برقاوي. مو مين كان، أنا نعم. يعني ماني نسيانته، أنا بحبه كتير سامر. نعم. برقاوي وشاغلة معه قبل عدة حلقات. نعم. بس يمكن اللهجة لقوها مع غيري أفضل. يمكن من حقك انه انت يكون عندك اعتذار. ايوه هيك لازم. ما حدا اعتذر منك ابدا. مدير الانتاج هذا شو اسمه، وائل،
هو اللي عمل العقد، هو بعت لي للبيت العقد ووقعته ورجعت له إياه. ما كان في أي كلمة أبدا. شو شعورك يعني سواء على المستوى الإنساني ولا على مستوى يعني فنانة قديرة وعندك كم جيد من الأعمال على مسيرتك، لما تتعاملي بهي الطريقة سواء على مستوى اسمك وين بده ينحط، أو على مستوى الموضوع المادي، أو على مستوى هيك موقف فرضا أو مواقف تصير معك؟ إحباط. يعني بالنسبة إلي إحباط طبعا كتير كتير. أنا يعني بزعل، مين بده يدرى فيي إني زعلت ولا ما زعلت، بس بضل حزينة يعني، بضل مزعوجة، بضل متضايقة يعني. سامر برقاوي الله هيك يبعث له الخير دائما. بحب الشغل معه كتير لأنه هو إنسان هيك هادئ ولطيف وبتعامل معاملة كتير حلوة مع الفنانين كتير. أنا شاغلة معه بشربيك وقبل كمان شاغلة معه. فأنا فقدت إني روح شوفه وتعامل معه بالفن، فقدتها هي. شو بتقولي له لسامر برقاوي؟ شو بتقولي له لسامر برقاوي؟ بقول له الله يعطيه العافية، يا ريت هو يمكن عنده هلأ مسلسل، إذا في مجال هلأ أو بعدين يا ريت يطرح اسمي أو ياخذني يعني، بتمنى. حتى نختم هذا الكلام اليوم، إذا أنت بتوجهي اللوم على مين بتوجهي اللوم إنه أنت ما عم تشتغلي بالطريقة الصحيحة؟ على حالي. أنا بوجه اللوم على حالي، لأنه أنا يعني ما عندي القدرة إني أكون جريئة. ما عندي القدرة أبدا، ماني جريئة. حتى بتصير أزمات أنا معي يعني بالبيت، بتصير أزمات حتى مع ابني وما عندي الجرأة. مثل شو؟ يعني جابه لازم جابه، ليشك صار، ليشك جرى، بسكت. أنا انتكبت نكبة إلى بداية ما لا نهاية، ومع كل هذا كنت أسكت هيك. حضرتك تكرمتي مؤخرا بنقابة الفنانين من ضمن كوكبة من النجوم الدراما السورية القدامى. شفناك حاضرة طبعا بهذا التكريم، شو رأيك بحالة التكريم وكيف كان؟ بدي أقول الله يعطيهم العافية. يعني تذكروا أنه يكرموا الكبار بالعمر. الكبار بالعمر، الإنسان بس يكبر مثل الطفل. لما هن بعتونا أنه بدهم يكرمونا، هن أول كان قبل هلأ، بس لما صارت حوادث غزة أجلوا. كنا عم ننتظر التكريم مثل الطفل اللي عم يستنى البونبونة. عرفت كيف أستاذ؟ لأنه التكريم، كلمة التكريم حلوة، والكبير بصير مثل الصغير، كلمة بترضيه وكلمة بتألمه. نعم. رحنا أنا قبل ما يصير التكريم، قبل بيوم مريت على النقابة، شفتها للآنسة تماضر. قلت لها أنا يعني بعتولي على الويتس، بعتولي إنه في مؤتمر الساعة 12. نعم. طيب كيف التكريم بده يكون 11 والمؤتمر الساعة 12؟ هو أصلا ما بدأ 11، بس أنا عم بسألها، قالت لي نحن بدنا نكرمكم من 11 ل 12. نعم. هالآلاف المؤلفة بدها تتكرم بساعة، اللهم إذا بدوا 11، وبعد ما أنتوا ترحلوا نعمل المؤتمر. هذا مؤتمر سنوي، مؤتمر النقابة. أنا بعتيلي مشان أحضر المؤتمر. نعم. نحن رحنا، قلت لها يعني شو بحق لي أنا، شو جيب أخت، أختين، 3؟ قامت قالت لي لا بس وحدة، لأنه الصالة بدها تكون مليانة، شو بدهم يضلوا واقفين على الحيط. ما اعتبرت الكلام. رحنا تاني يوم الساعة 11 كنا هنيك، دخلنا، قلت لحالي خلينا ندخل الصالة قبل ما تنتلى. نعم. هي قالت بدها تنتلى الصالة، هي طلعت الصالة. طيب ايمت بدهم يبدوا هدول؟ اجى السيد وزير المحافظ، إذا إجا محافظ دمشق، وإجا الأستاذ محسن غازي، وإجا مجلس الإدارة كلياته. صاروا بقى يطالعوا الأسماء
بعد النشيد طبعا طلعوا الأسماء، وأنت حضرتك عرفت كيف الأسماء بالترتيب. نحن مو مهم الأسماء مو بالترتيب على فكرة، على اعتبار ناهد حلبي نون نعم وغيرها وغيرها وغيرها. نحن عم نستنى معلش فرحانين، بعدين لقاء هذا ما بنلتقي فيه إلا بهالمناسبة، زملاء كزملاء يعني، بس ما بنلتقي بالكل، بنلتقي اللي عم نقدر نشوفه. نعم. وصلنا للأخير قالت استراحة. استراحة ليش الاستراحة؟ عندكم مؤتمر، قال استراحة وبعدين بنرجع. تمام، قعدنا، ضليت أنا قاعدة ما يعني لا استراحت ولا غيرها، وهن قدموا يعني شاي وقهوة بتفور يعني، يسلموا إيديهم، كرموا يعني، مو قدموا، بيروح الواحد وياخد. المهم مضت نص ساعة، قمت من على الكرسي، رحت لعندها على الطاولة، يا آنسة تماضر خلصت النص ساعة، امتى بدكم توزعوا الشهادات؟ هي الشهادة مو بالشهادة، بالموقف تبع الشهادة. قامت قال ما ردت النوب. طيب ليش هيك؟ ما ردت. أخذت الشهادة أنا وطلعت لبرا، صاروا الإعلاميين يسألوني وجاوبوا. التكريم بيكون له موقع وله وقت وموقع. نعم. إما تعملوا التكريم أو المؤتمر. يعني أنا ما بقدر أحط شروطي، مو أنت سألتني إنه ليش وليش وليش، أنا ما بقدر أحط شروط. يعني أنت ما طلعتي على المسرح؟ لا، الصورة اللي بدي أخذها بين المحافظ وبين الأستاذ محسن والبقايا هي اللحظات الهاربة من الزمن، أليست كذلك؟ نعم. لأنه هي أنا باخدها وبروزها وبحطها، بتذكر إنه نحن تكرمنا بهالموقع. يعني أنا بحب. أنت ومين ما طلعتي على المسرح؟ كتير، بدليل إني شفت الشهادات هيك. لما رحت لعندها وواحدة تانية عم تساعدها كمان، شهادات هيك، وكل واحد عم ياخد شهادته كأنه عم ياخد رغيف خبز. كل واحد عم ياخد رغيف خبز، كأنه عم ياخد رغيف خبز بهالشهادة، عم ياخد كل واحد شهادته كأنه عم ياخد رغيف خبز. شو بتفرق قمر مرتضى عن الأسماء يلي طلعت على المسرح واستلمت بكل هيك تقدير وبكل مكانة، استلمت شهادة التكريم تبعها؟ أكيد كمان في مثلي. شو بتفرقوا أنتوا عن هؤلاء؟ ما بعرف، يعني ما في وقت عندهم، ما عندهم وقت. لك نحن كلياتنا بينقصنا التخطيط السليم هو اللي بينجح. شو قال لك الأستاذ محسن نقيب الفنانين؟ زعل مني لأني كنت عم بحكي وانفجرت، لأنه للإعلامي اللي عم يقابلني انفجرت. قال لي أنت فوق راسنا، والله أنت فوق راسنا، ونحن كلياتنا منحبك ومنريدك، بس إذا بتريدي يعني ما هان عليه إنه تحكي. احكي. كتير 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 أنا انزعجت من حالي، بس بقدرت ما أحكي. التكريم كان عبارة فقط عن شهادة؟ مبلغ قديش؟ مو محرز يعني، مو محرز. قديش؟ بدي أقول لا لازم نحكي. قديه المبلغ؟ عطوا للكل 500. 500,000 بس. شو بدهم يعطوا؟ يعني شو قدرة النقابة؟ شو قدرة؟ أنا بتمنى الأستاذ محسن هلأ خليني أوجه له كلمة، يعني تذكرني أنت، هو اشتغل بمسلسل بده ينعرض برمضان، بس تذكرني. هي النقابة بتقول ما دخلنا، نحن ما دخلنا بتوزيع الأدوار. لما أنت بتطرح الاسم وبتتذكر ممكن يكون لي مجال تطرح الاسم، لما مو بيجي هون النسخ للنقابة عشان يوافقوا عليها. شو يعني شو المانع انك تتذكر؟ يعني دوما عم نرجع لنفس الحديث بالنتيجة. انت ما تكرمتي بالطريقة الصحيحة، ما اخذتي حقك على المستوى صحيح. الفني بالطريقة الصحيحة، ما عم تاخدي حقك المادي على الطريقة الصحيحة. يعني اخر شيء شو اللي بيخليكي بعد هالعمر تقولي انا لسه بدي مثل؟ اللي بيخليني الرغبة هي اساس كل شيء بالحياة. الهوى هذا كتير له تأثير. لكن أحسن أقعد هيك بين 4 حيطان. هلأ أنا ما عاد بالتدريس، ما عاد في مجال أعطي أنا دروس خصوصي أتشعر راسك كتير،
وكلهم نجحوا وكلهم بيحبوا المادة. بس هلأ ما عاد في مجال، يعني أنا بيجيني دروس بس أنا ما عاد أخذت. بس بالنسبة للعمل الفني بالعكس أنا بشوق كبير كتير بالعمل، كتير للعمل، أي عمل كان. شو الشيء اللي تشعري إنه أنت ما قدمتيه لسه بالفن؟ أدوار في كتير. في بائعة الخبز اللي كانت أخذته بمصر. بائعة الخبز. بتمنى أنا هيك مسلسلات أقدر أخوضها، بتمنى غيرها كمان، يعني مسلسلات اللي بتلئم الجراح، اللي ممكن الناس تستفيد منها أو يمكن تتعافى. بعدين المشاركة الوجدانية حلوة، المشاركة الوجدانية مع الآخرين حلوة كتير. أنت قادرة كممثلة على لعب كل أنماط الأدوار والشخصيات؟ أكيد. ليه لا؟ ليه لا؟ إذا نحن ما شفناكي، ما شفناكي، وهذا الجيل على الأقل القريب ما حضرك بهيك بشي متنوع، خلينا نقول. أنا قادرة، بس اللي بده يجيبني هو اللي بده يقبل، مو أنا. اليوم بتحسي لو أخذتي فرصتك فرضا على سبيل المثال بأعمال مثلوها يعني ممثلات أخريات من جيلك، نعم. يعني مثلا مثال دور أم المخرز بدور منواصف بليالي الصالحية. إيه. بتحسي إنه هذا الدور كان بيلبقلك بهي القوة وهي الشراسة وهي طبعا أكيد. يعني أنا ما بقول لك هلأ إيه، بدي أنا اتعايش مع المشهد، بدي اتعايش مع الفكرة لحتى اقدر اديها. يعني معقولة انا اساوي مسلسل ما بعرف شو مضمون الشخصية اللي لازم اعملها؟ مو معقولة. يعني ما بدي اعرف شو هي، ما بدي اعرف شو. يعني انا مثلا لما اخذت العبابيد مو جمع عبد. العبابيد هي صوت وقوع الخيل. نعم. أنا لما أخذتها أديتها. ليش؟ لأنه عطوني وقت وقريت الدور، ونفس الوقت قمت بالعمل، بانتوا كلهم وأنا بقيت. يعني الدور ما بيخلق خلق. نعم. ما بيخلق، بده ممارسة، بده تمرين، بده قراءة، بده معايشة. إذا كان ما صارت معايشة شلون بده يؤدي الواحد؟ وإلا ممكن. مين المقربين منك بالوسط الفني من جيلك؟ والله ما في، يعني في أصدقاء يعني لا ما عندي. ليه؟ ما بعرف ليش، ما بعرف. يعني أنا يمكن ما بتصل وهن ما بيتصلوا، ما بعرف ليه. يعني بمرحلة من المراحل، طيب قبل مراحل الصبا، يعني خلينا نقول وقت أيام التمثيل وغيره، ما كان في مقربين منك ولا زالوا موجودين؟ لا موجودين، بس يعني شو بتقصد القرابة؟ يعني نروح سوا، بنجي سوا، يعني أصدقاء، يعني نجتمع أصدقاء. في بنجتمع بالإذاعة، في أصدقاء وقت التمثيل، في أصدقاء، بس ضمن العمل فقط. ليش؟ يعني هل من المعقول انه مسيرة طويلة فرضا وما في ولا ممثلة مقربة منك من نفس زميلة مهنة، يعني ما كان في حدا مقرب منك؟ الانشغال بخلي الإنسان يبتعد. مو يبتعد يعني ما بتصير أصلا، مو يبتعد، مو إنه صارت وابتعدت. بس مسؤولية البيت والأولاد والعمل كله هذا له تأثير كبير كتير. يعني أنا ما قطعت التدريس ولا قطعت الفن. قليل يعني إذا بدي أكون أنا كل يوم مدرسة صباحية بمدرسة ما بالأرسوزي بالشهبندر، قليل شو بدي ساوي. فما كان في هذاك المتسع من الوقت، ما كان في. مين المخرج على مسيرة حياتك الفنية يلي عرف قيمتك الفنية أو طلع منك خلينا نقول الشيء الصح والجميل الفني اللي داخلك؟ في علاء الدين كوكش الله يرحمه، وفي قلت لك أنا بديت مع غسان جبري.
غسان جبري رغم انه مو سهل، انت يمكن ما حضرت له، بجوز لصغر سنك، الله يسلمك. غسان جبري ما بيقبل ابدا ولا باي شكل اي خطأ بالمشهد، يعني ما بيتجاوز. فانا اشتغلت معه. خليني اقول شغله معلي، تسمح لي؟ اكيد. انا اشتغلت معه دولاب، هذا بالابيض والاسود، انا وصباح جزائري وعدنان بركات. عدنان بركات هو زوجي هيك بالمسلسل، وهو تزوج صباح بركات، يعني أخذ واحدة صغيرة لزوجته اللي هي كبيرة بالعمر. نعم. يوميتها كنا عم صور وين؟ بالتلفزيون، ما كان في مجال. وعلى فكرة طلعنا خارج القطر، رحنا لقطر، رحنا لدبي، رحنا لتركيا، يعني أنا صورت هنيك كتير. نعم. المهم هو قال بكرة الساعة 4 بتجوا. يمكن أنا طلعت قبل، مو قبل يعني، طلعت من المكان اللي صورنا فيه، عم نصور فيه. أنا سمعت إنه الساعة 4 وأنا ممكن إجي الساعة 2 لأنه خالص عملي، يعني خالص دوامي. إجيت الساعة 4 لقيته شاطب اسمي نهائيا. طب ليه؟ قال أنا قلت الساعة 2 ليش ما إجيتي؟ شطب الشخصية كلها. كلها يعني في الكاتب قال له احذف لي اياها بسبب انه انت تاخرتي او ما سمعتي الموعد بطريقه صحيحه. انا فعلا ما سمعت، فعلا يعني ليش؟ انا حابه الشغل وكانت بدايه حياتي وكتير من دفعه، فما بتاخر. انا ما بتاخر، يعني معروف عني اني ما بتاخر. فهو افتكر اني انا تاخرت عمدا، هيك افتكر. لقيت شاطب المشاهد تبعي لما وصلت بهديك المرحله. ولو حتى عم نرجع لها اليوم وانت يعني مرحله صبا، يعني كمان كنت ترفضي ادوار، يعني اليوم ايضا كانت هي مرحله الابيض والاسود. ايه؟ بالكثير من الاعمال والافلام تحمل نوعا ما شيء من المجون اذا صح التعبير، يعني وكليات يعني كلياتنا يعني نشوف ما يعني بعض الافلام سواء بفتره الستينات والسبعينات اللي كانت تنعرض بالسينمات فيها مشاهد احيانا حتى خادشه، يعني بنعرض عليك هيك شيء؟ لا. لا ابدا. مو بس ما انعرض، يعني حتى انا بالافلام عم باخذ دور او عم باخذ دور جارة، او عم باخذ دور يعني مدرسة او غيره. فالدور بحد ذاته ما بيستلزم مشاهد خادشة. لو كان الدور يستلزم بهديك الفترة لا. لا. الأسماء أيضا اللي كانت موجودة قديما، يعني عاصرتيها، فرضا دريد لحام اشتغلتي معه؟ ايه احيانا اشتغلت وقت عنده للتعليم، كل حلقة لحالها. تمام. اشتغلت معه تقريبا. انا الاستاذ دريد مع انه انا يعني معرفتي فيه منيحة، وهو تقريبا بيقرب لنا تقريبا. ما بعرف ليش ما قدرت اجتمع انا وياه واقول له واطلب منه، ما قدرت ابدا. بس بدي اذكرك بشغله، انت قلت لي على مشاهد في المخرج الله يرحمه سليم موسى. نعم. طلعنا نحن وياه كمان يمكن لتركيا، ما بعرف اذا كان تركيا او غيرها. اول ما بديت كنت صغيرة طبعا، وقت دخل التلفزيون وهو بده يصور، قلت له طيب انا يعني بحب اشتغل. قال لي ايه معلش، اهلا وسهلا فيكي، بس بدك تلبسي فستان قصير. عرفت كيف؟ نعم. وفعلا انا كان عندي يعني فستان قصير، شو صبا يعني، كنت لساتني يمكن بالجامعة حتى، ولبست فستان قصير
وصور يعني. بس أنا أكلت بعدين خناقة طويلة عريضة. يعني أنت سألت يعني الحد اللي وصلت له فقط هو الفستان القصير يعني. إيه بس مو أكتر. حضرتك هلا عايشة بدي ابعت رسالة لاولادي. اولادي مو عندي. كم ولد عندك؟ شبين الله يخلي لك شبابك. شو اسمهم؟ بدي ابعت لهم باسمهم. مم. انا انجبت هاني وهادي. هاني وهادي. قمرين. نعم. قمرين فعلا. بس مو هون هلا. متزوجين وعندهم اولاد. عندي احفاد يعني. عندك احفاد؟ كم ولد عندهم؟ كم حفيد عندك؟ كمان بدك تحسب. ايه. كم حفيد عندك؟ ابني بيقول لي عندك 9 أحفاد. بيحسب حاله هو وأخوه كمان مع الأحفاد. هن 7 يعني. إيه. 7 أحفاد. إيه 4 ب3. 4 ب3. 4 هاني ب3 هادي. عايشين بالغربة برا وعم يشتغلوا وحياتهم منيحة؟ يا ريت والله. أنا وقت كنت أشتغل كل شيء ببعت لهم يعني كل شيء. لك حتى راتبي ما باخذ منه. هلأ شوية يعني صار يعني أمورهم أفضل إن شاء الله. هن راحوا أكيد شيء ما له علاقة أكيد بالتمثيل. شو درسوا؟ شو عملهم مثلا؟ طبيب أسنان ومهندس مدني. طبيب أسنان ومهندس مدني. الكبير طبيب أسنان. حلو بس الغربة مو حلوة ولا بتنجب. الغربة ما بتجيب مال أبدا يعني. ما شفتهم. أنا بتمنى روح شوفهم لأنه صار هلأ يكلف الروحة للمكان اللي هن فيه بيكلف 1,000,000 لأنه ما السيارة بدك تاخدها لحالك. ما في ناس تانيين بيكونوا فيها لأنه ما عاد في يعني ما عاد في ركوب. طلب ركوب من السيارات. بدها تكون سيارة خاصة. تمام. بتكلف كتير. فما عم تقدري تلتقي فيهم. أكيد. وين عايشين؟ بلبنان. يعني اللي بيفتكر إنه اللي رايح للبنان معناته هو ناجح وهو اللي بيقدر يشتغل وهو اللي بيقدر يعبي مصاري. مو صحيح. بس ما في شيء الذي يكفي. وضع لبنان الاقتصادي هو وضع صعب يعني كتير. ومعروف يعني ما جرى بلبنان يعني كتير. على المستوى الاقتصادي يعني بالسنوات الأخيرة كتير يعني. الناس بيقولوا لي طبيب أسنان معناتها هاي. والله العظيم أنا وقت كنت أشتغل بمسلسلات والله ما يبقى بجيبتي أنا ليرة واحدة حتى راتبي ابعث لهم. يعني أنا وشي طبيعي يعني. ولادي هدول كان أنا شو بدي خليهم. أنا بدي آكل وأشرب وهن لا ما بقدر. وهيك مشيت الحياة وهيك. هلأ ما أعتقد. إمتى آخر مرة شفتيهم؟ قبل 7 سنين. 7 سنوات؟ 7 سنوات. إيه 7 سنوات. إيه. طب لا أنت ما بتطلعي على لبنان ولا حدا منهم نزل خلال هاي 7 سنين؟ بلا نزلوا. ليش ما عم ينزلوا طيب؟ نزل ابني هاني من شي سنة على أساس يضل عندي شي يومين. فات للبيت ما لقيته إلا انسطح. شبك ابني ما عم يحكي. إجاني متسمم من لبنان. جاية متسمم ما بعرف. يمكن آكل سمك يمكن ما بعرف. هاليومين أخذته على المستشفى. بجنبي قريبة مستشفى لحتى يتعالج. ما تهنيت لا بجيته ولا شيء. بس شو بدي ساوي. منيت أنا أكون ولا هو. يا ريتني أنا. ليه ما عم تقدري تطلعي لعندهم انتوا يعني لبنان قريبة يعني ما بتقدري تطلعي؟ شلون بدي أطلع هلا أنا بهالعمر؟ شلون بدي أطلع؟ بدي أخذ سيارة خاصة ما هيك عبر شركة. في شركة أنا بعرفها كنت أطلع فيها بس كان ياخد 5 ركاب. هلا لأنه ما في طلعة يعني الركاب ما عم يروحوا يعني ما في عندهم ركاب تروح. بدك تاخد السيارة لوحدك. سيارة لوحدك بتكلف كتير. ما عم بقدر أطلع. وكل ما الأمور عم تتعقد أكتر يعني
بصعوبة مثلا عم بمشي بصعوبة، بتكي على حدا بصعوبة، بقضي حاجياتي يعني الضروريات كتير بصعوبة كبيرة، كتير كتير كتير. فما يعني شو بدي ساوي أنا؟ شو بدي ساوي؟ بتمنى والله، بتمنى والله. هن بيقولوا لي تعي عدي عنا، يعني كل يوم بيقولوا لي تعي عدي عنا. أنا أقعد عندهم؟ لا، أنا ما بنسجم أقعد بلبنان، أنا ما بترك سوريا. أنا بصراحة عم بحكي، مو لأنهم هن سيئين، يعني أهل لبنان سيئين، لا لا، بس أنا هيك يعني أنا بحب سوريا وبحب بلدي وبستمزج الحياة فيها، ما بستمزجها بمكان تاني. هن بيقولوا لي أنت ليش تعدي لحالك؟ ليش تعدي لحالك؟ تعي عدي عنا. بعدين معلش لا تواخذني، لا تواخذني، بدي أقعد عند الكناين، ما هيك؟ وأنا عاجزة تقريبا ماني عاجزة كليا. إذا أعطيتني هلأ مسلسل بأدي لك إياه على أحسن وجه، ذاكرتي منيحة، شوفي منيح، تفكيري منيح، يعني القدرات العقلية بتشتغل بكل معنى الكلمة. حتى بقعد بحفظ إذا بدك. أنا عندي مكتبة، المكتبة بين هون وهون، هلا عم راجع بالكتب اللي أنا شاريتها واللي جايبتها، يعني مكتبة كبيرة. ما في شغل هلا ولا معروض عليكي ولا عمل ولا شيء؟ قلت لك إنه كان معروض حلقة، وفي إلي أنا فيها أم يعني أم مسيحية كمان. نعم. بس وقفوها ما بعرف ليش. وما في أي شيء آخر لا معروض؟ ما في، لا هلا قديش في مسلسلات وقديش في شغل يعني نحن مقبلين على رمضان يعني. ايه كتير. بعد شهر يعني كتير من الأعمال عم تتصور وما في أي شيء. كتير. شو يعني لمين بدي أقول يعني أنا. يمكن بيقولوا أحيانا لو أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. يعني بعد يعني هي المسيرة وهذا العمر وبإطلالاتك القليلة دوما أنت عم تطالبي وتقولي لهم أنا بس بدي أعيش. خليني يمكن استبدلها بمصطلح آخر، أنه أنا ضل عايشة بسبب هذا الشغل. يعني عم يعطيك الأمل وعم يعطيك الطاقة وعم يعطيك الشغف ويمكن وشوية مادة. يعني هي ما لها رقم كبير الأرقام اللي أنت بتاخديها. الحمد لله منيحة، يعني أحسن من بلا. ولا البلا أحسن؟ لا يعني بالعكس، بتمنى اشتغل شو ما كان اشتغل، مو شو ما كان يعني هيك أدوار يعني غير لائقة، لا. حابب أختم معك بطريقة، إذا بدك تحكي حكاية بدقيقة أو دقيقتين تحكي عن حالك، يمكن تكوني عم تحكيها لأحفادك. يعني أحفادك يمكن خلينا نقول يعني أحفادك يمكن 7 وأولادك موجودين، واليوم قلتي كان يا مكان بقديم الزمان وكان في يمكن صبية اسمها قمر. شو بتحكي عن مرحلة أو شيء من حياتك؟ كان يا مكان في قديم الزمان، نحكي ولا ننام؟ لا ولا تيتا، احكي تيتا. كان في ولد صغير اسمه هاني، اجى اخوه هادي، صاروا 2 بيحبوا بعضهم ويلعبوا مع بعضهم، ياكلوا مع بعضهم، وامهم تشرف عليهم وتشوفهم وتحبهم، ودائما بتقلهم إياك ثم إياك، هذا أخوك. عارف شو معنى أخوك؟ يعني لما بيجيك ألم بتقول أخ، لما بيجيك فرح بتقول أخي، لما بتتضايق بتقول أخ. أنا ما بعرف ليش محرومة كل شيء. مو معناتها بدي كل شيء، لا والله، قنوعة، أنا كتير قنوعة، بس محرومة الود، محرومة الوفاء،
أهم شيء أنا بحب الوفاء، كتير بحب الوفاء، بعتبره هو أساس لكل الأخلاقيات التانية، أساس للشجاعة، للكرم، للتواصل، لكل شيء. ناس بتحكي علي وأنا مالي ذنب، بيكون مالي ذنب. مرة خليني أحكي هالقصة. مرة الأستاذ جود المخرج الرائع اتصل فيي مساعده، كان عم يساوي أول مسلسل له. اتصل فيي كنت بالبيت، قال لي بدنا إياكي بكرة وبعد بكرة واللي بعده 3 أيام، يعني بمشهد، يعني بشخصية معينة. قلت له حاضر على عيني. اتصلت فيه بعد شوي، قلت له مشان تبعت لي المشاهد. قال لي نحن غيرنا الأوردر. غيرت الأوردر معناتها أنت عم تقول لي بدنا إياكي، ما هيك؟ وإذا تغير الأوردر شو عليه؟ أنا بيجي قامت ما بدكم. وكانت النهاية، بيجوا ناس بدسسوا. شو بدكم فيها؟ يعني ليش بتحطوا المساوئ بالآخرين؟ وشو المساوئ؟ لا تعاملت معه ولا شفته ولا شيء. أكيد في ناس لعبت لعبتها، الوسواس الخناس لعبت لعبتها وانحرمت أنا من المشاهد. هيك بصير، يعني حتى بالإذاعة هيك بصير. الله يطول بعمرك. الله يسلمك. شكرا. نحن أولادك. شكرا شكرا شكرا. ونحن خجلتني والله. ونحن معك. الله يخليك. أنت الأم بمعنى الأم. يعني أنا هلأ بعد هذا الكلام وهذا اللقاء عرفت ليش بيقولوا قمر مرتضى هي الأم بمعنى الأم. شكرا على إطراءك. وشكرا لك. شو حبيت تحكي تختمي بنهاية هذا اللقاء؟ أنا ما بالبداية كان بودي أحكي شغلة عن أبطال فلسطين. حقيقة هدول الأبطال المجاهدين يلي بيرفعوا الراس. والله أنا بس بقعد بالبيت، بس يكون في كهرباء، بس فاتحة على غزة. هدول مقاومين بكل معنى الكلمة. عم يروحوا يموتوا أفراد، أطفال، نساء، رجال، الله يرحمهم الموتى والله يشفي الجرحى. والمقاومة إن شاء الله بدها تنتصر، هي بدها تنتصر. تحياتي إلهم، تحياتي إلهم. الله يقويهم وينصرهم يا رب.